يا صديقي، اسمع لي القصة دي من الأول وكل حاجة حصلت بالتفصيل. ريال مدريد خسر امبارح قدام سيلتا فيجو في سانتياغو برنابيو 2 نظيف. تخيل قدام جمهوره وبكل العز. طبعا اللعبة كانت أصلا في الجولة ال15 من الليجا، ودي خامس ماتش للريال ما بيلعبش فيه كويس، ما خدش غير فوز وحيد و3 تعادلات مع الخسارة دي. المهم، بعد صافرة النهاية الدنيا في غرفة الملابس اتحولت لجحيم. حسب ما برنامج تشيرينجويتو الإسباني كشف إن الغرفة كانت بتغلي. اللاعبين كانوا مليانين غضب وهستيريا لدرجة إنهم رموا الزجاجات وكل الأدوات الطبية اللي قريبة منهم. والغضب ده كان شديد قوي لدرجة إن الشاشات اللي في الغرفة اتكسرت بالمرة. تصور المشهد. وأحلى حاجة إن المدرب تشابي ألونسو نفسه ما كانش قادر يدخل عليهم ولا يكلمهم. تخيل، المدرب وقف بره. الإعلامي إيدو أغياري قال إن ألونسو ما قررش يدخل الغرفة خلاص، وهيكلمهم الصبح في التدريب بدل ما يدخل في جو النقاش اللي دايب في بعضه ده. بس الدنيا ما وقفتش على كسر الحاجات. التوتر ده نقل اللاعبين لمرحلة أخطر، هاجموا بعض. أيوة، حصل خناقات وشجارات كلامية جامدة بين فريقين من اللاعبين نفسهم. في ناس كانوا لأمين تحكيم المباراة وقالوا ده سبب الخسارة، وفي فريق تاني قفش فيهم وقالوا لهم كلام إيه ده؟ عذر تافه قوي. إحنا اللي خسرنا الدوري بإيدينا، إحنا اللي بنضيع كل حاجة لوحدنا. فالخلاصة، ريال واقف في المركز الثاني برصيد 36 نقطة، وبرشلونة قبله ب40 نقطة. والجو عامل زي ما تتخيل، غضب، شجار، حاجات متحطمة، ومدرب مش عارف يتدخل. الوضع مش سهل خالص عليهم.